رضي الله عنه وأرضاه قال: يجوز أكل طعام أهل الكتاب وذبائحهم لأنهم يؤمنون بوحدانية الله، لكن لا يجوز أكل ذبائح الشيعة الروافض لأنهم مشاركون عن الله يقول: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. بس لا، اعطيه مجال يا عمار، اعطوا السنة مجال. الدين كما يمرق السهم من الرمية. وجب الشيعي لأنه كافر مشركا زنديق بإجماع علماء أهل السنة والعلم والسلف الصالح. وجب ايش؟ وجب قتل عبد الله بن جبرين حفظه الله، قال: يجب قتل الشيعي أينما وجد لأنه كائن مشرك لا يعترف بوجود الله، بل يعترف بأن عليا خالق الكون، ولولاهم لساخت الأرض، فهذا يعني شرك أكبر. سماحة الشيخ، كان الجهل رجلا والكفر رجلا لكان شيعيا، ولو عبدكم الإمام علي أبا الحسين. شيخ بما أن تقول وجب قتل الشيعي، أنت توافق في هذه الفتوى أو لا؟ يا أستاذ وعد، هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام لا يمثل السنة. لحظة أخونا يا أستاذ بس لحظة هذا إنسان شيخ أبو سلطان، لحظة يا أخوي، اعطيني مجال. شيخ سلطان، أنت توافق أنه يجب قتل الشيعي؟ توافقه شيخ أبو سلطان؟ الرافضي توافقه؟ لا نحن ندعي لهم بالهداية. يجب قتل الرافضية لأنه كافر. طيب، ليس قتله بالسيف، لكن قتله أي ضربه بالصوت لكي يلجأ على عقيدته. تتكلم أنت علمك. من قال هذا بأهل السنة؟ من قال هذا الكلام؟ إخواني لحظة، إخواني أنتم تسمعون الآن هذا الفكر الذي نحن نحاربه. لا يا أستاذ وعد، من قال قتل كل الناس أولاد بغاية إلا ما خلت شيعتنا. طيب، أنا أعطيك فتاوى. هدوء، راح ناخذ الفتاوى، بس هدوء يا أخي، اعطيني مجال. خليني أرحب بك وأرحب قبلك الشيخ أبو محمد. احنا ما شاء الله عندنا شيوخ كل واحد تكفيري درجة أولى. الآن أنتم سمعتم، أنا ما أعلق، أنتم سمعت. أبو محمد الآخر، أبو محمد تسمعني شيخ أبو محمد؟ السلام عليكم أستاذ عدلان. عليكم السلام. نعم أسمعك. أبو محمد، الذبح إذا إنسان يذبح لغير الله تبارك